إمام عادل، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. الله، أبشر أيها الولد والابن الحبيب، يا من استعليت على شهواتك، يا من استعليت على الشبهات وقبضت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن. أبشر، والله العظيم بشرى، لو حبست نفسك حتى تلقى الله والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرى أي شيء. حبيبنا المصطفى يصف الجنة، يوصف الجنة. طب هو النبي شافها؟ ده دخلها، ده دخلها، ده دخلها. بتقول ايه؟ بقول لك النبي دخل الجنة، رآها رأي العين ودخلها ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. رآها وهو في الدنيا ورآها وهو في ليلة الإسراء والمعراج. أيوة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف مد إيده كده عاوز ياخد حاجة وبعدين رجع تكعكع، يعني تأخر تاني. الصحابة استغربوا قوي بعد ما خلص النبي، يقولوا له يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال الحبيب رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها، الله أكبر، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. اوصف لنا الجنة يا رسول الله. قال ايه؟ خلي بالك، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. انت عارف اللبنة يعني ايه؟ الطوبة، الطوبة اللي بتبني بيها، بس اللي بناء الجنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بالله عليك يا أخي، بالله عليك عاوزك تتصور معايا لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة. المونة اللي بين الطوبة الذهب والطوبة الفضة تبقى ايه؟ تبقى طين؟ مستحيل. طب تبقى اسمنت؟ والله مستحيل. امال تبقى ايه؟ تبقى مسك. الله، مسك. الله. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاطها. الميلاط يعني المونة. شوف كلام سيدنا النبي حلو وجميل ازاي. احنا يعني اهو الله يسترنا، انما شوف كلام النبي وميلاطها المسك. المونة بين الطوبتين مسك. يا خبر ابيض. طيب امال الطوب بقى والحصى اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده